السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنساتي ستات الحلوين الطعمين الجميلين، ايه الأخبار؟ كله تمام؟ يلا نروق على نفسينا ونعمل صينية كيكة اسفنجية للسهرة مع كوباية شاي ونعلي الدماغ. وأقول لكم على المكونات: كوبايتين دقيق، ده عصير برتقال فريش، 4 بيضات، ممكن تخلوهم بيضتين عادي، الدنيا حلوة تمام، وكيس كيك شيف، ورشة ملح، وربع كوباية زيت. ويلا نتوكل على الله. احنا هنضيف دلوقتي الكوبايتين الدقيق على رشة الملح على كيس الكيك شيف، وهنقلب الناشف كله مع بعضه في البولة وهنركنها على جنب. اهو، عاملين ايه انساتي؟ انا زعلان منكم كتير كتير كتير. مفيش تفاعل، مفيش لايك، واحد الله، كلها كده مشاهدات من بره، حتى مفيش اشتراكات. لا والله ما يرضى حد والله. انا زعلانه منيكم كتير كتير كتير. وحطوا لايك بوليس. قلبت الناشف كله مع بعضيه اهو اهو. يلا كده وهركنه على جنب بقى. جبت الخلاط بتاعي الجميل، وطبعا بفقش بيضه بيضه بيضه. ليه؟ عشان خاطر لو في بيضه فيها قلق ما تبوظلكش البيض كله. كرتونه البيض بقت بالشيء الفلاني. فانت احسن حاجه تكسري واحده واحده في طبق خارجي. ليه؟ عشان خاطر ما تضيعش عليك الدنيا وتبوظ لك الحاجه اللي انت رايحه تعمليها. ومعلقه خل، يبقى 4 بيضات، معلقه خل. معلقه الخل دي مهمه جدا جدا جدا، بتخليها ترفع القوام كده، وبتخليها هشه وجميله ما شاء الله يعني. دي الفانيليا، وحطيت ربع كوبايه الزيت. دي نص كوبايه السكر. السكر ده اختياري، ممكن تحطي السكر على حسب اختياراتك انت الشخصيه، على حسب الرغبه. ده كوبايه العصير الفريش البرتقال، بس مش هحطها كلها، هحط نصها بس، وهسيب نصها على جنب، وهقولك ليه دلوقتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم انصر اخواتنا في غزه نصر عزيز مقتدر يا رب، اللهم امين على القوم الظالمين. دلوقتي انا ضربته لحد لونه مفتح في الخلاط، وبقى لونه كله فاتح خالص زي ما انت شايفه كده. يعني قولي 5 دقايق تضربيه في الخلاط، تمزجي كل السوائل مع بعضها. وهضربها بقى في المضرب، بس ايه، على خفيف، مش هدب كده، لا، واحده واحده. وهسقسق عصير البرتقال على حسب الاحتياج. يعني انا لو لقيت العجينه معايا القوام محتاج سيكه من العصير او الحليب لو عندك، او الميه لو ما عندكيش حليب وما عندكيش عصير، بق ميه بالبق كده، مش بالكوبايه، بالبق. الحاجات دي كلها بتفرق قوي في القوام وفي الخبز بتاع الكيكه، عشان تطلع معاكي مظبوطه بالظبط، وتاكلي احلى كيكه بالهنا والشفا. طبعا انا بقلب لقيتها محتاجه سيكه عصير، انا عشان كده حطيت نص الكوبايه، عشان خاطر ابقى ازود منها بعدين ان احتجت منها، او ما احتجتش تبقى موجوده جنبي احتياطي. فدلوقتي انا محتاجه ايه؟ بق. شوفي يا دوبك ظبطت معاكي على البق ده تمام، ما ظبطتش خليكي وراه لحد ما تاخدي القوام المطلوب، او القوام اللي انت عاوزاه، قوام الكيكه المعروف. وبشويش وانت بتقلبي عشان ما تطلعيش الهواء من الكيكه وتهبط منك في الفرن. او زي ما انت شايفه، بسم الله ما شاء الله. هسقسق كمان بق. طعمها جميل جدا مع كوبايه الشاي. يعني عايزه اقول لكم ان انا بمنتج لكم الفيديو وحاطه كوبايه الشاي جنبي والكيكه، ما شاء الله اللهم بارك، جميله. اعمليها وادعيلي. ومش شرط 4 بيضات، ممكن تعملها ببيضتين 2. انا كان عندي البيض في التلاجة فقلت 4، عشان العيال عندي ما بياكلوش في الصيف عشان طعمه يبقى زفر سيكا. فبحطه لهم بقى في الاكلات اللي زي كيكه، زي اكله كده اكله كده. جبت الصينيه وقمت دهناها زيت ورشتها بالدقيق عشان خاطر الكيكه ما تلزقش. وكنت مشغله الفرن يسخن من ساعه ما بدات شغل في الكيكه. خلي بالك من التكايه دي، الفرن يبقى شغال اول ما تنوي انت تعملي كيكه، شغل الفرن على طول. الكيكه بالظبط قعدت في الفرن ربع ساعه.
على الساعة على فرن سخن. هنجيب اللحاسة ونلحس البولة كده، ادينا كل ذي حق حقه كده اهو، عشان يبقى كله في التمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وهدبها دبتين في الارض وهدخلها الفرن اهو. دي بعد ما خرجت من الفرن حالا بالا، بغزها بخلة الشيش طاووق، لقيتها زي ما انت شايفة طالعة نضيفة فلة شمعة منورة اهو. وحطوا لايك بوليز عشان انا زعلانة منكم اصلا اهو. دي بعد ما طلعت وخرطتها كمان بسم الله ما شاء الله وبردت زي ما انت شايفة. سفنجة اهي، سبونجة اهي، شايفة اللون، شايفة الوش، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. احبائي واخواتي في الله، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الكل ليصلكم مني كل جديد. عمتم مساء يا اصدقائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنسوش اللايك يا ولاد، بحبكم، بحبكم في الله. مع السلامة، باي.